هسألكم سؤال، ايه ابعد مكان ممكن تروح له عشان بس تجرب اكله حلوه؟ رحت اجرب محل اسمه فاير هاب موجود عند دار مصر في مدينه الشروق. فخلينا نعمل لايك وشير ونبدا. اول حاجه باهم حاجه لازم تتاكل سخنه، الفرايد تشيكن. طلبت وجبه 3 قطع لان من اول 4 بينزل جناح، وانتوا عارفين دايما رايي في الجناح. بينزل معاها المعتاد كول سلو وعيش وبطاطس وصوص، ودي ارخص فرايد تشيكن شفتها من فتره. ال3 قطع بينزل معاهم كل ده ب 125 جنيه، فالسعر حلو كمان بالنسبه لحجم الفراخ اللي نزلت لي. انا طلبتها سبايسي، ودايما بتفرق لما تاكلها لسه سخنه كده. الفراخ كانت مولعه. حجم البريدنج معقول، مش كتير قوي ومش قليل قوي، بس اللون الذهبي الحلو ده ومرشوش عليها بهارات من فوق، ريحتها كده بتفتح نفسك. الفراخ من جوه نظيفه جدا، بيضه، وتتبيله السبايسي سبايسي فعلا واصله لكل حته، وطعمها فيه حاجه مختلفه. بعد نقاش مع سامر توقعنا انه حبهان مع جنزبيل، حاجه في السكه دي، فمخليه الفراخ حلوه ولذيذه. انا بقى كنت معجب جدا بالصدر، كان طري جدا جدا جدا. بتاكله كده ما تحسش انه فرايد وما فيهوش اي زيت من جوه. هو المشكله في الوجبه كانت الدبوس بس، كان محتاج يستوي شويه من جوه. احساسي انهم بيحطوه في نص وقت التسويه عشان بيستوي اسرع. لو موضوع الوقت ده بس اتظبط هيبقى زي الباقي في التسويه. الكول سلو مظبوط حلو، هو بس ناقص مايونيز شويه. وذوقي الشخصي لو اتقطع اصغر من كده شويه هيبقى اجمد، بس ده ذوق شخصي. نفصل بس بكام حاجه سريعه كده. موتزاريلا ستيكس شكلها حلو، مش شاربه زيت وبتمط نسبيا شويه. طعمها كان حلو بصراحه، ما فيهوش افوره، فعجبتني. وعجبني كمان الصوص ده، هو اسمه جارليك مايونيز تقريبا، واول مره ادوقه بس فعلا حلو. تاني حاجه تشيزي فرايز، ودي بتبقى بطاطس وصوص جبنه عشان اللغوصه. نوعيه البطاطس الرفيعه دي شبه بتاعه ماك شويه، فعلا طعمها حلو ومش شاربه زيت. والبطاطس ككل مرشوش عليها بهارات كده، مش سبرينكلز، فيها حاجه مختلفه كده، فمخليها البطاطس طعمها لذيذ. الجبنه كانت شغاله، بس حسيت البطاطس لوحدها هتبين لك طعم البهارات اكتر. ده ساندوتش اسمه فاير كريسبي، بينزل معاه بطاطس وسعره 80 جنيه. بصوا حجم الساندوتش كان حلو، والتكوين العادي قطعتين ستريبس مايونيز طماطم. هو اصلا اول ما شفت الحجم ده قلت اتاكد ان ده الميديم اصلا مش غلطه، فطلع ميديم فعلا. طبقه البريدنج اللي هنا حلوه وفيها تتبيله، بس اكتر حاجه عجبتني هي الحجم فعلا. الساندوتش مليان وبينزل معاه كمان بطاطس، وهنا فعلا طعمها لوحدها كده اجمد مع البهارات. في سندوتشات الفرايد تشيكن طلبت ساندوتش اسمه بافلو فرايد تشيكن، وده بيبقى بصوص البافلو فهيبقى سبايسي شويه. الفراخ هنا مختلفه شويه، تحس الصدر عريض كده اكنه عامل زي مسحب الفراخ المشويه، بس من جوه هو نضيف والفراخ بيضه من جوه. فالساندوتش مجملا بلغوصته كده جامد. هو الفراخ حادقه سنه بسيطه، بس بيتهيألي ده يرجع لكميه الصوصات اللي في الساندوتش. بس كتجربه وسط كل ده هو برده حلو، وعجبتني تتبيله السبايسي بتاعته، انه حراق كده وفي نفس الوقت لذيذ. وبينزل معاه بطاطس برده. طلبت عرض عندهم دبل بيف برجر شريحتين ومعاهم بطاطس وبيبسي ب 150 جنيه. انا عملت اضافه بيكن عليه. ممكن تشوف السعر غالي سيكا شويه، بس لو شفت الساندوتش هتلاقي ان الشريحتين ما شاء الله حاجه ضخمه كده. كمان ما بيحطوش عيش في النص، دي حاجه عجبتني. ومليان بقى صوصات وجبنه، فبرضه كحجم الساندوتش كان حلو. والجامد في الدبل عامه انك بتحس انك بتاكل برجر اكتر من العيش. ولو مالكش في الدبل فممكن تطلب السنجل ساندوتش، ده بيبقى ب 110 وبينزل معاه بطاطس. يعني ده مثلا مشروم برجر ميديوم، شريحه برجر واحده وصوص جبنه. اول حاجه هتشوفها ان المشروم فعلا متقطع كبير وفريش، فهتحس بطعم وسط الساندوتش وصوص الجبنه. هتحس ان عندهم كونسبت كده غرق الساندوتشات صوص وجبنه. تتبيله اللحمه حلوه، والبرجر طعمه نضيف لو دقته لوحده بره. لو هلخص المكان وانصحه في نفس ذات الجمله، هتاكل اكل حلو باحجام كويسه، فقيمه تبسطك مقابل سعر. والنصيحه افتح في مكان قريب شويه، لو بنفس الكواليتي والاسعار دي هتبقى ترند الفتره الجايه باذن الله، لان واضح ان الموضوع فيه خبره حتى في اسلوب رص الساندوتش وكده، مش مقلوب. لو هرتب احسن 3 حاجات هرشحها لكم لما تروحوا هناك، الفرايد تشيكن طبعا، دي طعمها لسه معلق معايا لغايه دلوقتي، وممكن اضرب لها مشوار عشان ادوقها تاني، دي اكتشاف الشهر بالنسبه لي. عرض الدبل برجر شريحتين هيبسطك. البافلو فرايد تشيكن طبعا ما انساش البطاطس، وخصوصا بهاراتها يعني كانت حلوه جدا فعلا. فيا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير. شكرا جدا ليكم، سلام.